أول فيلم روائي طويل صامت مزج ما بين الروائي والتسجيلي. في بلاد توت عنخ آمون سنة 1923 اكتشف العالم الإنجليزي هوارد كارتر مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون في وادي الملوك في الأقصر. ده شجع صناعة السينما ان هم يعملوا فيلم في بلاد توت عنخ آمون. اتعرض الفيلم اول مرة في اسكندرية في يوليو سنة 1923. اشترك في التمثيل فنان المسرح فوزي الجزائري وممثلين اجانب من الجالية الايطالية اللي كانت عايشة في مصر. اللي الف واخرج الفيلم محامي كان مقيم في مصر فيكتور روزيتو. الممثلين في فيلم بلاد توت عنخ آمون اكتفوا بالتعبيرات الحركية والجسدية السريعة. قصة الفيلم: عرض الفيلم محاولات فاشلة للورد كارنافون في اكتشاف المقبرة وبييأس، وقام بتمويل كارتر أحد المهووسين بالبحث عن الآثار، وبالفعل بينجح كارتر في اكتشاف المقبرة. الفيلم بيستعرض الآثار اللي في المقبرة واستعرض لمحات من شوارع القاهرة وآثارها، وبقى عندنا أول فيلم روائي طويل صامت مدته 80 دقيقة، وهو مزج ما بين الروائي والتسجيلي. صور الفيلم رائد التصوير السينمائي وصاحب أول فيلم روائي قصير صامت مصري، المخرج والمصور محمد بيومي. تابعونا.